ناس كتير جدا بتسال ازاي نختار غرفه النوم دلوقتي. غرفه النوم من الحاجات المحيره جدا لاي عميل بيكون عايز يعمل فيها حاجه حلوه قوي، بس هي في الاخر غرفه 4 في 4 او 4 في 5، فبيكون عايز يعمل فيها حاجه كويسه جدا، بس المساحه نفسها هو بيقول لي السرير دريسنج دولاب، انا هعمل ايه؟ في حاجات اساسيه لازم نشتغل عليها. اول حاجه لازم نحط في بالنا كده ان لازم غرفه النوم تكون غرفه فندقيه، ان انا اعمل غرفه نوم مش تقليديه، اعمل من غرفه نوم غرفه فندقيه. اول حاجه عندي الفكر بوينت بتاعت غرفه النوم او نقطه التمركز بتاع غرفه النوم اللي هي ظهر السرير، فلازم ظهر السرير يكون فيه تجريد بشكل كويس عشان تديني ايحاء ان الغرفه بتاعتي غرفه فخمه وشكلها كويس جدا. تاني حاجه عندنا ان الشبابيك او الفتحات الموجوده سواء بلكونه او شباك لازم يكون عليها وحده شطر من الخارج عشان تمنع الصوت وتمنع الضوء ان هو يدخل المكان. ثالث حاجه عندنا الدهانات، لازم نختار دهانات بشكل هادي جدا حسب شخصيه اللي هيعيش في المكان، زي ما اتكلمنا في فيديو الالوان عن اختيار الالوان بالنسبه لغرف النوم. الحاجه الرابعه عندنا الاضاءه لازم تكون متوزعه بشكل كويس جدا، ما ينفعش الاضاءه تكون مزعجه للعين وانا نايم على السرير. تمام، لازم نراعي في التوزيع نفسه ان يكون على اكتر من حاجه، يكون عندنا مثلا ليد بروفايل، عندنا اباليك، عندنا افيجورات، عندنا سبوت لايت، عندنا ماجنتيك ليد. على حسب الديكور اللي عندنا هنبدا نوظف الاضاءه بتاعتنا. عندنا كمان المرتبه لازم تكون من نوع كويس جدا جدا عشان تدي استرخاء اثناء النوم. اخر حاجه عندنا بالنسبه للارضيات، الارضيات يفضل ان هي تكون اتش دي اف، ما يكونش سيراميك، لان السيراميك بيطلع رطوبه اثناء النوم او يخزن رطوبه بالنهار ويطلعها بالليل، خاصه في فتره الشتاء بيكون الجو ساقع، لكن الاتش دي اف او الباركيه بيدينا احساس بالدفء اثناء النوم والتحرك داخل الغرفه. شكرا لكم ونشوفكم في نصيحه جديده.